ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هعمل معاكم النهارده بقى وصفه جديده كده من وصفاتي، هتعجبكم قوي. هنعمل مع بعض بقى فطيره الجلاش، جميله وسريعه، مش بتاخد مننا وقت خالص، وطعمها بقى لوحده بقى، يعني انتوا هتحكموا ان شاء الله. انا هعملها معاكم النهارده باللحمه. معايا كده لحمه، الكميه بقى اللي انتوا عايزينها يعني. انا كنت كنت هعمل كميه يعني النهارده كتير، بس انا هعمل معاكم صينيه واحده كده هوريكم. معايا اللحمه، ومعايا بصل، ومعايا قرفه وفلفل اسود وملح، ومعايا توم وفلفل. دول عشان ايه؟ تعصيج اللحمه. معايا بقى كده صينيه، حطها على النار كده تسخن. الزيت بتاعنا كان سخن خالص. هنزل بقى باللحمه اهو. انا بعلي النار لازم قوي عشان اللحمه ما تنزلش ميتها. اول ما بتاخد لون كده من تحت، ببتدي بقى ايه، انا بس بوزعها في الصينيه. اول ما بتاخد لون من تحت، ببتدي بقى ايه، اقلب بقى كده زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي اهو. بصوا بقى يا حبايبي، كانت خدت لون، كانت نشفت من ميتها كده. هبتدي انزل بايه بقى، هنزل بالثوم، اديله بس تقلبتين مع اللحمه كده اشم ريحته. كمان اجيب البهارات بتاعتنا، انزل بالبهارات كده، قرفه وفلفل اسود وملح. حابه تضيفي اي حاجه تانية ضيفي، ممكن تضيفي جوز الطيب، تبشري بس رشه بسيطه قوي. هجيب بقى البصل بتاعنا، اقلبه كويس كده في اللحمه، بس انا برضو معليه النار كده بقى، كنت قلبته كويس والنار عاليه. هنزل بقى بالفلفل بتاعنا، انا بنزل بالفلفل في الاخر كده. كده خلاص اللحمه بتاعتي كانت خلصت معايا اهي. اقلبها بس كده. معايا بقى صينيه كده، صينيه مدهونه سمنه. معايا دول ايه بقى، إيه دول؟ كوبايه زبادي، عليهم معلقتين كبار إيه سمنه، معلقتين كبار مليانين سمنه. معايا بقى جبنه موتزاريلا، معايا زيتون، واللحمه اللي احنا معصجينها مع بعض اهي. معايا طماطم مقطعاها إيه شرايح كده رقيقه، والفلفل. هبتدي بقى يا حبايب قلبي اوزع كده الجلاش في الصينيه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. احط نص الورقه بره، ونصها جوه. اوزع كده في كل جوانب الصينيه، الفها كده. الحته دي كانت ضاعت مني. شايفين انا بعمل ازاي؟ وكل ما بحط الورقه بدهنها، كل ما بحط الورقه بدهنها بالزبادي والسمنه اللي معايا. الزبادي والسمنه هما اللي هيسووها، احنا مش هنحط لا بيض ولا لبن ولا اي حاجه. اخر ورقتين بقى بحطهم في النص كده.
اخر ورق معايا اهي، احطها في النص كده. هبتدي بقى اجيب اللحمة بتاعتي واحشي كده قلب الفطيرة بتاعتنا. انا بوزع كده يا حبايبي في الحتت اللي ما فيهاش، عشان يبقى كلها كده اللحمة بتاعتي مفرودة. ببتدي بقى اطبق ورقة ورقة كده، ورقة من الناحية دي قصادها ايه ورقة من الناحية التانية، زي ما انتوا شايفين كده، قصادها ورقة من الناحية التانية، واطبق الزيادات كده، واديها دهنة برضو من الزبادي والسمنة. بتبقى مورقة من جوه وجميلة قوي قوي وطرية زي اللي بناكلها بره بالظبط. هبتدي بقى اجيب من الناحية التانية كده، واطبق برضو الزيادات مثلثات كده، ورقة من الناحية التانية، وهدهنها برضو. لازم ادهنها كلها عشان تبقى طرية معانا كده، وهو ده اللي هيسويها، الزبادي والسمنة هو ده اللي هيسويها. بعمل بقى، بفضل بقى اطبق ورقة من هنا وورقة من هنا. ممكن تعملها برضو بميكس الجبن بدل اللحمة، ممكن تحشيها تونة بجبن برضو، ممكن تحشيها اي حاجة انتوا بتحبوها، مش لازم خالص اللحمة. هعمل بقى اخر طبقة كده، شايفين ديت مش هتنهل لفوق زي ما انا كنت بعملها كده، لا انا هرفعها كده وهتنهل تحت عشان الشكل بقى. دي برضو اخر واحدة اهي، هعمل بقى فيها نفس النظام، هتنهل تحت. وهدهن برضو. بصوا بقى يا حبايبي، انا هعمل وشها وش بيتزاي. انت ممكن تعملي وشها ايه، تجيبي بيضة وتربها كده بملح بفلفل، وتدهني بها الوش، هيطريها ويخليها جميلة. انا بقى هعملها وش كده البيتزاية. معايا طماطم مقطعاها شرايح، انا مقطعاها رقيقة قوي، كأني بعمل بيتزاية بالظبط. والفلفل والزيتون
اخر حاجة بقى الجبنة الموتزاريلا. انا طبعا برضو مولعة الفرن بتاعنا. هظبط الوش بتاعها كده، مولعة الفرن وهحطها في الفرن. هحطها في الفرن كده على الصاج بتاعنا. بصوا عشان الفرن كان سخن خالص، الجبنة دي كانت ساحت على طول اهي. هي ما بتاخدش حاجة في الفرن. بصوا بقى رجعت تاني، شفتوا بقت عاملة ازاي. انا ما يعني خدت اللون من وهي تحت كده، وشفتوا قبت ازاي اصلا. شفتوا اتنفخت ازاي. كده بقى بعد ما طلعتها وقطعتها كانت جميلة قوي قوي قوي. انا ما عرفتش اوريكم التوريقة بتاعتها عشان كانت سخنة قوي. شايفين جميلة ووشها جميل، وشها سايح قوي جميل. اتمنى بقى تجربوها يا حبايب قلبي وتقولوا لي رايكم فيها. بجد مش هتندموا، جميلة جدا زي اللي بتجيبوها من بره. ولو عجبتكم بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد وتشوفوا وصفات الحلوة. ويا رب تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد.